ايه رأيكم في الحاجات الحلوة الجميلة دي، الكيكات والحلويات والاوردر الفراخ والجمال اللي انتوا شايفينه ده كده؟ تعالوا نخش على الفيديو ونشوف احنا عملناه ازاي، ونعمل مع بعض بقى احلى فرخة مشوية، احلى كيكة، جلاش بالقشطة، جلاش محشي مكسرات، كيكة بالبرتقال، كيكة بالشوكولاتة. هندخل بقى الفيديو ونشوف كل الحاجات الحلوة دي مع بعض. السلام عليكم حبايبي ورحمة الله وبركاته. النهاردة نعمل مع بعض تشكيلة شوية حاجات بقى مع بعض، غدا مع حلويات مع كيكات مع كده، وخليكم معايا في الفيديو وشوفوا احنا هنعمل ايه مع بعض. هنبدأ كده الأول نعمل كيكاية. حطيت البيض كده، هنعمل كله على ايدي كده، مش هنحط له في خلاط ولا حاجة. ننزل عليها الفانيليا، حطينا 3 بيضات. نحط السكر، هنعمل معيار بالكبيرة دي عشان الصينية بتاعتنا مقاسها 40. ونخفض جامد لما نضيع السكر خالص. حطيت رشة ملح، ونحط معلقة صغيرة خل، انزلي بالزيت بتاعك كوباية الا ربع كده، وضيعي كل الخليط في بعضه. واي عيار انت تعايري بيه، عيار كوبايه كبيره، كوبايه صغيره، مج، اي حاجه بتعايري بيها السكر، بتعايري بيها العصير. احنا هنعملها بالبرتقال وهنعمل واحده بالكاكاو. اللي بتعايري بيها العصير، اللي بتعايري بيها السكر، بتعايري بيها كله، تعايري بيها الدقيق، هو عيار واحد، كبيره صغيره عيار واحد. فاحنا هنعمل المج الكبير ده اهو كده. بقى هنجيب الدقيق بتاعنا، واحنا قلنا عيارنا واحد. هننزل بيها على الخليط. هنعمل 2 دقيق. حطينا البيكنج باودر بتاعنا، ونشيل بقى المضرب لما نقلب الخليط الاول. نتأكد ان مفيش في الجناب كده دقيق ولا اي حاجة خالص. الصينية بتاعتنا مدهونة، معلقة زيت، معلقة سمنة، اي حاجة انت عايزاها. والفرن وانا بنسخنه دلوقتي، اول ما عملنا في الكيكة. وننزل بالخليط. بس هزة خفيفة كده، وننزل بها على الفرن. الفرن هنحطها على الشبكة اللي في النص على درجة حرارة 180، 25 دقيقة ونطلعها.
ونجهز الكيكه التانية. واحده بقى نعملها بالشوكولاته بالكاكاو، والتانية نعملها بالبرتقال. واحده كده وواحده كده. هنحط كوبايتين، دي معايره على طول بالكوبايه دي، مش معايره بالمج الكبير بتاع الشرب. بالكوبايه الصغيره دي هتاخد 2 برضو دقيق، واحده عصير، معلقه كاكاو. ناخد الكوبايه التانية، دي اقل، هناخد لنا معلقه ولا 2 بقى من الكيس التاني. نديلها معلقه ومعلقه ملانه، يعني مش هنحط الكيس كله. نجهزها بقى ونرجع لكم تاني. هنقلب كده نشوف في قاعها حاجه كده دي او حاجه بعد المضرب، ونشيل على طول. فطبعا انتي دهنه الصينيه بتاعتك وهتنزلي فيها اي صينيه بقى، قالب زي ده، صينيه عاديه، بايركس، اي حاجه عندك بقى، يعني ما بنقفش على اي حاجه. نطلع الكيكه دي ونحط الكيكه التانية ونشوف هنعمل مع بعض ايه تاني. بعد اول وصفه جلاش هنجيب لفه على بعضها كده ونقطعها زي ما انا بقطعها كده، ونعمل ديت بايه، جلاش بالقشطه. نقطعها تقطيع كده ونقعد نفردها تاني واحده واحده ونرصها، بدل ما نقعد نحط زيوت بقى كتير وكده. هنعمل دي بالقشطه. بعد ما قطعناه نفككه من بعضه كده، وهنقسمه جزئين، جزء نغطي بيه والجزء التاني نحط تحت القشطه. بس لازم بعد ما تقطعيه تفككيه من بعضه كده. نجيب الصينيه بتاعتنا بقى ونحط النص التاني. رصينا النص الاولاني كده، دهنا الصينيه من تحت زيت او سمنه او زبده زي ما انت تحبي. القشطه بتاعتنا كده، نجيب معلقه حط زي ما انت عايزه الاول على قد ما هتاخد الصينيه، وبلاش نلزق في الصينيه من الاخر. عايزه تديله رشه من المكسرات اللي انت مجهزاها، اللي هي فول سوداني وزبيب وبشر والحاجات دي، اديلها. مش عايزه وعايزه تسيبيها كده حلو، دي حريه ليكوا بقى انتوا، انك انت تديها شويه او تسيبيها ما تديلهاش. هنرجع بالنص التاني. اريح كتير من عمايل بقى ورق واحده بواحده وكده والحاجات دي كده. قلنا نجربها مع بعض. تك عليها ده بيض وحليب وزبده. تحط بقى لو عايزه الجلاش بتاعك
طري قوي اسقيه جامد، يعني اسقيه. عايزاه يبقى مقرمش تديله تنزلي كل اللي في الحواف بتاع الصينيه كده، كله باحرف كده اهوت، علشان ما ينشفش مني كده. تمام قوي. وهتنزلي بيها، ما بتحملش طبعا النار، فهنحطه في نص الفرن في الوسط. ودرجه الحراره طبعا احنا شغالين على الكيك والفرن سخن، فالحراره على 170 وتشتغل. دي اول صينيه على ما نعمل الباقي. حطينا الصينيه بتاعتنا في الفرن، ننزل بشويه توابل كده، نعمل شويه رز ورق غر. نزلنا بالتوابل بتاعتنا بقى اللي هي كركم وكاري وقرفه ورق غار، وننزل بالرز بتاعنا ونعمل شويه رز للفرخه بتاعتنا اللي احنا هنعملها مع بعض برضو دلوقتي واحنا بنعمل كده. نديله رشه الملح بتاعتك، حطي بقى اللي انت تحبيه. ده بياخد طبعا ميه اكتر من الرز المصري بتاعنا، فانت بتزودوا الميه شويه، بدل كوبايه بيبقوا كوبايتين. فانا مش معايره ولا حاجه، انا حطيت بالنظر بس كده. اما نشوف بقى اللي في الفرن على ما الرز ينشف شويه ونرجع لبعض تاني. طبعا اول صينيه، شوفوا النعميه بتاعتها، شوفوا جمال الكيكه، شوفوا حلاوتها وشكلها. دي اول صينيه، لسه بقى نطلع الباقي ومعاكم على طول. نجهز بقى اللي احنا هنعمله، اللي هو الجلاش المحشي زبيب وبشر وفول سوداني. فانا مكسراه قوي، عاملاه في الكبه الفول علشان ما يبقاش سليم وهو بيتاكل كده تحت فنعمله بقى بايه، معلقه سيرب كده علشان ما يوقعش الحشو وانت بتحشي. كده جاهز. نلف بقى رول، نعملها نفردها في الصينيه. تاني صينيه، تاني كيكه لسه بتدخن. شوف ما شاء الله، ما شاء الله على الجمال. دي تاني واحده. هندخل بقى دلوقتي على الجلاش بقى على طول في الفرن كده واحنا مع بعض على طول. عملنا 3 كده، وواحده في الفرن اللي احنا قصقصناها مع بعض دي قطعناها، و2 كده، ولسه التالتة لما نطلع اللي في الفرن ننزل دول ونعمل الباقي مع بعض. وبعد ما خلصنا الرز بتاعنا بالجمال اللي انتوا شايفينه كده، وطلعنا الفرخه من الكيس الحراري، هنشيل حاجتنا كده ونرجع لكم تاني. وبكده حبايبي بعد ما خلصنا الكيكه بتاعتنا بالشوكولاته، الكيكه بالبرتقال، الفرخه المشويه، الجلاش عملناه رول كده، وعملنا جلاش اللي احنا مقطعينه بالشكل ده. شوف طالع جميل ازاي، عامله زي البسبوسه بالظبط. وبعد ما خلصنا حاجتنا دي كلها كده، اذا عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.